وتازا طريق سيار يمتد على مسافة تقارب 150 كيلومترا، يخترق جبال الريف ليلتقي بالشبكة الوطنية للطرق السيارة، والمسار يضع الريف في قلب التنمية. كما سنتابع معك فؤاد العزوزي. عبد العالي مكاوي. لا يكاد يختلف اثنان من سكان مدينة الحسيمة أن أكبر مشروع عرفته منطقتهم هو مشروع إنجاز الطريق السريع الرابط بين الحسيمة وتازا على طول 148 كيلومترا. مشروع ضخم يروم إنجاز 36 منشأة فنية كقنطرة واد غيس التي انتهت الأشغال بها، معلنة قرب انتهاء أشغال المقطع الطرقي أجدير بن بوعياش على الطريق الوطنية رقم 2. هذا المشروع المهم تخصص ليه واحد الغلاف المالي حسب الاتفاقيه ديال 2.5 مليار ديال الدرهم، واللي بعد اسناد الاشغال غيوصل الى ما يناهز 3.3 مليار ديال الدرهم. المحتوى ديال الاشغال هو تثنيه الطريق الوطنيه رقم 2 على طول 50 كيلومتر، وكذلك تثنيه الطريق الجهويه 505 على طول 98 كيلومتر. المشروع من 6 أشهر لم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة لاكتمال أشغال المقطع الطرقي أجدير بن بوعياش على طول 16 كيلومترا، بينما بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمقطع الطرقي الرابط بين تازا والجبرنة 65%. نحن كساكنة منطقة الريف كنا نحلم بإنجاز هذه الطريق، والحمد لله عندما أعطى صاحب الجلالة انطلاقة الأشغال تلقينا بارتياح الخبر السار، لأن الطريق سيربطنا بوسط البلاد بعد أن كنا بدون طريق نعاني من التهميش. بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار فالطريق السريع هي مفتاح التنمية، إذ لا يمكن الحديث عن استثمارات بدون فتح طريق جيد وآمن أمام المستثمرين. واحد العدد ديال لي سومي رومورك ولا الكاميونات الكبار ما كيدوزوش من الطريق من تازا للحسيمة، حيت كاين واحد لابونت كبيرة. دابا ملي غتسرح الطريق غادي السلعه اللي غتبقى تجي للحسيمه غتكون التكلفه ديالها اقل بكثير. عندنا عاوتاني التنقل ديال السياح المغاربه الداخل اللي كتهمهم بزاف هذه المنطقه ديال الحسيمه وكيبغيوها بزاف، ولكن ما كيقدوش يجيو نظرا لهذه الصعوبه ديال هذا الطريق. عندنا الميناء ديال الحسيمه كذلك. الميناء ديال الحسيمه عندنا معامل كثيره في تازا اللي باغيين يخدموا مع هذا الميناء. هو إذن مشروع طريق سريع مزدوج لا يربط فقط بين الحسيمة وتازا، ولكن بين شمال المغرب ووسطه وجنوبه، يعبر سلسلة جبال الريف ليلتقي بالشبكة الوطنية للطرق السيارة، مقلصا مدة السفر وعناءه وموفرا السلامة الطرقية في مسالك جبلية وعرة. هي بوابة